السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايبه لكم اكله اقتصاديه. بما اننا يعني في اول الشهر، وطبعا في لسه مننا ازواجنا ما قبضوش وتنفع معانا في اخر الشهر. وهنغير برضه، وهنتكلم برضه على الميزانيه وازاي نمشي بيتنا، وايه الحاجات الاساسيه اللي احنا نجيبها. بس قبل ما اقول لكم انا عملت ايه، نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده يا بنات انا جبت ربع عدس اصفر. هو العدس طبعا غلا، زي ما انتم عارفين الاسعار غلت. تقريبا الربع بقى ب10، او في اماكن بتبيع ب12، يعني في اماكن بتبيع الربع اسفل الكيلو ب40 وفي ب44، حسب برضو كل واحد بيبيعه ازاي. انا جبت ربع، حطيت عليه كوبايه ونص رز. بس حاولوا يا بنات وانتوا بتجيبوا العدس الاصفر تجيبوه من مكان كويس، عشان العدس برضو بيفرق من بياع لبياع. فكل ما كان نضيف ولونه غامق بيديكي طعم حلو في العدس، وبيبقى طعمه حلو وباين في الاكل. غسلته كويس وشيلي النشا منه، وغسلي كويس العدس. لو في اي حاجه طلعيها. وهنا انا بضيف بدل الميه، انا بجيب جزرتين وبقشرهم وببشرهم وبضربهم في الخلاط، بزود ديت تبقى دي الميه بتاعه العدس. خلاص. في ناس ممكن تزود كركم. بس الكركم بصراحه طعمه مش بيبقى حلو في الاكل، وانا عارفه اللي مفيد وكله. بس برضو عندكم الجزر برضو بتبقى قيمه برضو غذائيه، في قيمه غذائيه برضو كويسه جدا الجزر. والجزر تمام يا بنات. لو في الشتاء طبعا بيبقى سعره رخيص زي ما انتم عارفين، فجيبوه حطوه في الفريزر، هينفع معاكم في البسله، هينفع معاكم في شوربه العدس طول الصيف. هنجر منه عشان طول الصيف طبعا بيبقى زي ما انتم عارفين الجزر بيبقى قليل وسعره بيبقى غالي. فهنا زي ما انتم شايفين كده قطعته وهضربه وهضيفه على العدس. خلاص. هنا يا بنات العدس انا هعمله معاكم، وانا بحط على زيت، وبحط معلقه سمنه بلدي او زبده. خلاص. هنا يا بنات البخاخه دي زي ما انتم عارفين انا كنت نضفت بيها التلاجة. برضو البخاخه دي بيبقى فيها غطا ديتول مع ميه، تكملها ميه مع يعني ايه اوكس. انا بستعمل اوكسي جل في الغسالة اوتوماتيك، فبحط منها ايه شويه برضو. دي بقى تعملي بها الكبه بتاعتك من بره، هتعملي بها طقم التوابل، طقم اللي بيبقى فيه السكر والشاي، للرخامه. بس اهم حاجه الديتول يا بنات يبقى خام. هنا يا بنات وانا بعمل بقى العدس هنتكلم شويه. بصوا يا بنات، اول طبعا ما ازواجنا تقبض، احنا في حاجات اساسيات لازم نجيبها في اول الشهر. بصوا يا بنات، احنا هنجيب اول حاجه طبعا، هنركز على الحاجات اللي بنستعملها كتير، زي الرز وزي المكرونات وزي الدقيق. الحاجات دي كلها نقدر نعمل منها اكلات. خلاص. والحاجات دي تبقى اساسيه في البيت. الرز يا بنات انا من رايي اللي بلاش نشتري كيلو بكيلو. بصراحه بتبقى، انا بحس انا جربت كده وجربت كده. كيلو بكيلو ده بحس ان انا بصرف فلوس كتير، غير ما تجيبي مثلا شكاره 25 كيلو. لو هي سعرها غالي عليكي هاتي مثلا 10 كيلو ب10 كيلو. خلاص. لكن كيلو بكيلو دوت انا بحس ان انا بصرف كتير. المكرونه مثلا لو انت بتستعملها 4 اكياس، هاتي مثلا 5. عيني كيس احتياطي للشهر الجاي. اوله مثلا ممكن زوجك مثلا ما يقبضش في اول الشهر هنستعمله. الدقيق مثلا لو بتستعملي 2 كيلو هاتي 3 كيلو. هتستعملي كيلو مثلا هينفعنا الشهر الجاي، ممكن ما الشهر الجاي ما يبقاش معانا فلوس اللي احنا نجيب، هنكمل عليهم بس حاجه بسيطه. انتوا فاهمين قصدي؟ يبقى اول حاجه معانا الرز والمكرونه والدقيق، الحاجات دي من الاساسيات. برضو لفه جلاش دي برضو هتنفعك برضو. برضو العدس الاصفر طبعا، وعندكم العدس اللي بجبه ينفع للكشري، عندكم اللحمه المفرومه، عندكم صدور الفراخ، او ممكن صدر الفرخه اللي بيتعمل بيه المكرونه النجريسكو. خلاص. انا هكمل معاكم بس هنا انا بعمل ايه سريعا كده، وبعد كده ارجع اتكلم معاكم تاني. هنا يا بنات انا كنت هنا بنقي الطماطم الجامده. احنا بنحب هنا مع اكله الرز وعدس الطماطم المحشيه بتبقى توم. بجيب طماطم كده جامده وبقطعها كده شرايح، وبجيب كذا فص توم واحط عليه رشه ملح، وبحط عليه رشه كمون صغيره، وقرن فلفل حراق.
احمر. لو حابه ان انت ما تعملوش حراق حطي اخضر اللي هو الرومي. بس هو الصراحه بالحراق بيبقى طعمه طبعا احسن بكتير. او عايزه تزودي ده وده براحتك. وتحشيه وتقوم رشه ليمون. اهم حاجه ترشي ليمون على الطماطم. خلاص كده. اهو انا زي ما قدامكم اهو انا بعمله، فهكمل كلامي بقى معاكم وانتوا طبعا انتوا عارفين انا بعمل ايه في الفيديو. خلاص. هنا يا بنات زي ما انا قلت لكم، واللي احنا نحاول نوفر في الميزانيه. برضو اول ما ازواجنا تقبض طبعا اهم حاجه برضو نطلع الحاجات اللي احنا بندفعها. عندك الغاز وعندك النور. عندك لو بتدفعي ايجار هتطلعي كل الفلوس دي على جنب. مصاريف المدارس طبعا انت عارفين اللي فيه دروس هنطلع الفلوس دي اهم حاجه. اول حاجه قبل بصراحه ما نجيب اي اكل هنطلع الحاجات ديت الاول، ونشوف او ندفع الحاجات دي والباقي على اساسه اللي احنا هنمشي بيتنا بيه. خلاص. وبرضه هنجيب الاساسيات في البيت. مش تفضلي مثلا اول ما تقبضي تفضلي تنزلي وتجيبي اكل على يعني انا بقول اهم صراحه من الفلوس في البيت. اهم طبعا من الفلوس في البيت اللي احنا نجيب اكل في البيت، بس برضه بالمعقول. كل واحده قادره بتصرف وقادره انت المصاريف اللي وراكي فاحنا هندفع الاساسيات الاول، والباقي برضه هنعين جزء منه في البيت، عشان برضو لو في اولاد منا بيروحوا دروس بالمواصلات طبعا يبقى معانا فلوس. والباقي هنجيب منه اكل. حتى لو انتي بتاخدي مثلا المصروف بالشهر، بالنسبه لي اللي انت تجيبي اكل بالشهر اوفر من اليوم بيومه. بصراحه بنات اليوم بيومه ده انا بحس اللي احنا بنصرف كتير. لو انت زوجك مثلا بيديك يوم بيومه حاولي انزلي كل يومين 3، لكن يوم بيومه ده انت تصرفي كتير. لو زوجك بيقبض بالشهر انزلي مثلا مرتين في الشهر. لو انت قادره تنزلي مره واحده وتجيبي كله، بس طبعا مش هتقدري. انت ممكن تخصصي مثلا يوم للحوم، يوم مثلا لو هتجيبي اسماك تجيبي يوم الاسماك، يوم للخضار. لكن لو انت شلتي كل ده مع بعض انت نفسك مش هتقدري. ومش هتقدري لما تروحي البيت تغسلي وتنضفي الفراخ وتنضفي اللحمه وتنضفي الخضار وتعيني الحاجات دي كلها. تمام. فاحنا كده عايزين نقسم يومنا ونعمل كل حاجه بالترتيب. وزي ما قلت لكم يا بنات لما يبقى في اكل في البيت بيبقى بصراحه احسن ما يبقى في فلوس. ماشي. انت كده ضامنه اللي يبقى فيه اكل في البيت. والفلوس بقى زي ما قلت لكم هنعين كده شويه على جنب. يعني مبلغ كده بسيط على جنب برضو. لو احنا برضو عايزين نجيب لبن، عايزين نجيب عيش للمواصلات بتاعت مثلا الدروس، لازم برضو يبقى في فلوس برضو كده هوت على جنب. وبرضو عندكم بنات برضو لو انت عايزه تجيبي ممكن برضو فكرة برضو. لو انت عايزة تجيبي فرخة ممكن تجيبي فرخة كبيرة 2 كيلو ونص. مش شرط بنات كل فرد من افراد الاسرة ياخد مثلا صدر كامل، او او ورك او ورك مثلا. في ممكن ورك بيبقى كبير، لو عندك طفل مش هيقدر ياكله. لو الصدر كبير، لو فرخه كبيره 2 كيلو ونص صدر مش هتقدر تاكليه. ممكن تقسمي مثلا الصدر على 2 عندك مثلا، وتعيني صدر في الفريزر. يعني صدر على 2 ادي كده 2 ووركين، يبقى كده كف 4 افراد. ممكن الورك برضو يتقسم لو عندك اطفال صغيره. عيني صدر، مش شرط تعملي الفرخه كلها وتعيني الصدر. هتيجي على اخر الشهر هتحتاجيه، ممكن تطلعيه تحطيه في صينيه بطاطس وتقضي بيه. مش شرط بنات يعني لازم ناخد قطعه كبيره. والله الاكل هيبقى فيه بركه باذن الله. بركه ربنا بتنزل في الاكل والله يا بنات. ولقمه صغيره زي لقمه كبيره. احنا بصراحه يعني يا مكاننا. فاحنا الايام ديت لازم نمشي نفسنا، خصوصا كمان نشوف الاسعار ارتفعت ازاي. فاحنا اليوم كده هنقضيها يوم كده وهنقضي يوم كده هو. برضو يا بنات بالنسبة برضو للمنظفات، الصابون السائل بتاع المواعين ده برضو بنات انا بجيبه سايب، ما بجيبش بصراحة الشركات. انت اهم حاجة تشوفي واحد يكون كويس، هتلاقي الصابون بتاعه تقيل. هتجيبي النوع اللي بيبقى غالي. انا بجيبه ابو 6 جنيه، مش فاكرة والله يا بنات ب5 ولا ب6. هتجيبي شوفي استعمالك هيبقى كام كيلو، وما شاء الله بيبقى تقيل وجميل. والكلور برضو، الكلور السايب برضو ما بجيبش الشركات. الكلور السايب برضو ده برضو انا بجيب منه على طول.
خلاص. والاريال الاريال بتاع الغساله العاديه انا بجيب كيس اوكس كبير ابو 15 او 20، واجيب عليه نص كيلو اريال برضو من عند بتاع المنظفات، وبغسل بيه البطاطين، بصبن بيه الحمام. خلاص. لكن انا بستعمل الغساله الاوتوماتيك، بستعمل اوكس الجل، ده منه برضو بيبقى زي الدوني، ما بجيبش دوني. الدوني سعره ارتفع وبصراحه ما عدتش بجيبه، فده بيدي برضو ريحه برضو كويسه للغسيل. هنا بنات هكمل لكم بس الليمون بعد ما عملت الرز وعدس. كنا هنا بنملح ليمون انا وامي، ربنا يبارك في عمرها يا رب. هنا يا بنات انا جبت الليمون وغسلته طبعا كويس. الليمون دوت احنا هنعمله عشان اكله على طول، يعني مثلا شهر. الطريقه دي بتاعت اللي انت هتاكليه شهر. لكن في طريقه تانية هقول لكم عليها برضو، وانا بقول لكم على الطريقه دي هقول لكم على الطريقه التانية دي ممكن تخزنين رمضان. هنا يا بنات بس انا بغلي الليمون غلوه واحده بس علشان ما يتهرش منك، تطلعيه على طول كده بعد غلوه واحده تقومي مطلعاه. خلاص. وبرده اللي بتخزن برضو زيه كده، برضو غلوه واحده بس عشان ما يتهرش منك. لكن اللي بيتملح على طول ده بتقعدي تغيري عليه الميه حوالي يومين. التاني اللي انت هتقعديه مثلا لرمضان او كذا شهر ما بيتغيرش عليه الميه، وبيتملح بميه السليق بتاعته، يعني شويه من ميه السليق وشويه من ميه عاديه من الحنفيه، لكن دوت من ميه الحنفيه بس. هنا اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت، بوريكم اللي هو لسه جامد. خلاص. وهنا اهو شوفوا كنت نقعاه في ميه، ما انا عايزه السخونيه تطلع منه على طول، كنت مقسماه ونقعاه في الميه زي ما انتم شايفين كده عشان المراره تروح منه. وهجيب انا بملح الليمون او الزيتون او كده بملح خشن، وتجيب قرون الشطه الطويله دي اللي بتبقى حراقه. خلاص. وتحطها في البرطمانات، وحط الميه يا بنات يعني يبقى حادق شويه، يعني اللي احنا هنعينه بيبقى حادق شويه عن ده. بصي اهو البيضه، انا بجيب بيضه واقوم حطها كده اهو. البيضه يا بنات لما تطلع فوق دي تبقى الحدق بتاعها كويس، لو ركزت تحت في الحله من تحت يبقى دوت كده عايز ملح. البيضه دي انا بستعملها في الزيتون او الليمون او اي مخلل بملحه، تستعملي البيضه دي بدل ما تدوخي نفسك. وحطيتها ريسه شطه من اللي انا كنت عاملاها برضو في القناه. تحطيها كده اهو هتدي شكل حلو. لو انت عايزه تبشري جزره ابشريها برضو مع الليمون ابشروها مع الليمون والجزر. خلاص. وتحطي هنا تغطي بقى اللي فوق ده بالشطه زي ما انتم شايفين، واهم حاجه تغطيه ما يخشش فيه هوا خالص، بستريتش زي ما انتم شايفين كده او بكيس بلاستيك، وتقفليه جامد. ولو انت هتحطيه بقى حط تحتيه طبق، علشان الميه ديت هتلاقيها نزلت في الطبق، يعني من كتر طبعا الميه بتتفاعل مع الملح، فهتلاقيه هيغرق لك الارض او هيغرق لك الرخام اللي انت هتحط فيها. الزيتون ده انا كنت مملحاه، رمضان ان شاء الله باذن الله. ده بس ملحاه من شهر كده، فلسه طبعا قدامه كتير. وميه الليمون دي يا بنات انا ما برميهاش خالص، ديت انا بستعملها في الغسيل الابيض، هيعقم الغسيل وهيدي ريحه حلوه. وبستعملها برضو في مسيح الارض. والليمون باذن الله لما يستوى هوريهولكم، وبكده يكون الفيديو خلص. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.